ايمن الرمادي رسام عاشق للالوان، هدفه نشر السلام ووضع الرمادي على قمه الالوان. انت قلت لهم ايه يا كابتن عشان ينزلوا بالسخونه دي؟ قلت لهم ده سيراميكا الاسيوي اللي يروح بيها كده ويجي له اكرم يقوم معديه فيرجع له اكرم تاني يقوم معديه كده برضه فيديله شلوت من الخنقه. السلام عليكم وحشتوني، لا اقطع الاجازه عشانك اهو، لان انت عملت اداء عالي، اديتني تعليقات ولايكات ومشاهدات كويسه في الفيديو اللي فات، كسرنا بيه حاجز الميات من تاني. انا عارف ان ال1000 لسه رقم كحيان، بس احنا ممكن نوصل منه ل 10000 من تاني لان احنا عملناها قبل كده، لكن نوصل ل 100000 وبعدين المليون وندوس على كل اليوتيوبرز واعمل لك ايفنت كبير في جمصه ونحتفل كلنا. نسيت ابدا معاك الفيديو فيلا بينا. بدا ماتش الاهلي وسيراميكا بان كولر ما يلاقوش جوميز كريسبو انشيلوتي، اما الحته البلدي اللي زي ايمن الرمادي هي اللي بتقرقه، بس اللي معاه كرم ربنا وسامو الشوط الثاني بيسلك في اي حاجه. واعتمد كولر على مبدا في الشوط الاول، هاجمني اضغط عليا بهدلني هات اخرك، خلصت سنتر عشان وسام جاب جول بقى. اما المدير الفني لسيراميكا ايمن الرمادي فدخل الماتش شوط اول واديله اي حاجه بتجيب اجوال وشيل من قدامه الاهلي، هيكون من احسن 350 مدرب في العالم. المهم الشوط الاول كان شوط غبي كله هجوم، دخل فيه الجول عادي هنهجم تاني، بس الاهلي خرج متقدم في قشطه. وده بدا في الدقيقه 3 بعد ضغط عالي من الاهلي فيبصيها غلط رمضان بيكهام، ودي كذبه مش انه باصه غلط، انه بيكهام توصل لحسين اللي يديها واحد RPG وهوبا 1-0 للاهلي. وبعدها في الدقيقه 19 عشوائيه دفاعيه توصل الكره لزلاكا السيراميكي اللي يروح بيها كده ويجي له اكرم يقوم معديه فيرجع له اكرم تاني يقوم معديه كده برضه فيديله شلوت من الخنقه، بيلين يشوطوا بالحاج 1-1 لسيراميكا عشان تخلص في الدقيقه الثالثه من الوقت الضايع بعد فاول خده طاهر يقف لها وسام، والجمله دي على مستوى ميسي كده، يقف ويشوط تخبط في ظهر زلاكا وتعدي جول 2-1 للاهلي. عشان تخلص الاحداث على كده وقرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر البتاع الحلو ده اللي مش هاكل منه عشان عامل دايت ولازم اخس. حسين اخويا وحبيبي انت بقى مقصر فيا قوي يا عزام بيه، انت راجل طيب قوي، يعني انا مش عارف هم ليه عايزيني. خلي بالك من نفسك. ايه شغل الماسونيه ده؟ الاربع اجوال ماشيين مع بعض ازاي؟ وهنا كمان يا بسام ما تجيش تاني بقى، مش الايد اللي اسلم بيها هي اللي افضل بيها، بس احنا هنسجل برجلينا قشطه. يلا نزعل بسام. مهاره الطلوع بالكره دي من اساسيات اللعيب الكبير، الباص ده ما ذاكرتوش لان بيبدا بالصغير وانا مش صغير. خد واحد يا اسطى، خد ثلاثة يا اسطى، خد أربعة، هو عمر. والزحلقه اللي هتنقذنا. ما تقعدنيش معاك بقى، مشيني بقى، انت زهقتني يا واد. ماشي انكر ميسي. اخطر 3 مهاجمين قابلتهم ليفاندوسكي بايرن وفينيسيوس مدريد والدون زلاكا كليوباترا. يا جدعان رجعوني للزبده القطري والبنزين البحريني، انا مكاني مش هنا. اصحى، هو انا عشان بلعب مع طقم تيفال 4 قطع ابقى مصفى؟ مش مشكله دي تيجي، المهم بتاعت شيكابالا ما جاتش. الخطر قريب يا كابتن، تجاهله ده حمضان بيكهام بيشوط في ال180 والزاويه دي مش موجوده في الجول اصلا. اوعى الاسد، صديت كوره وهسيب 5 عشان مش شايف حد ومش شايف الكوره. نعم لقد قلنا اذا جاء فاول لن يركله احد الا القدوه وسام ابو علي، انه اسطوره. الحمد لله على السلامة. قبل ما اديلك اللحظة اللي بحبها انا وناس كتير الحمد لله، اعمل لايك واشتراك بسرعة واديني تعليق في اي وقت انت عايزه، عشان دي اللحظة اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي احسن مدرب مصري، عضو غير فعال في منظمة قوس قزح الدولية، اكتر راجل محترم بيعمل اسلوب التيكي توك، ايمن الرمادي. ولا ده مش رمادي؟ ايه اللون ده يا اسطى؟ وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وهحط لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر والامارات وقطاع الالوان الفلوماستر. ايمن الرمادي رسام عاشق للالوان، هدفه نشر السلام ووضع الرمادي على قمه الالوان. فلو بصينا على اسم ايمن الرمادي سنجد ان به اللون الرمادي. اللون الرمادي في المنام الذي يعبر عن الاضطراب والقلق من مشكله في حياتك، الاضطراب والقلق الذي هو مربوط بالخوف. الخوف، ايمن الرمادي يخاف من الاشاده وقضى ليله صعبه بعد الهزيمه من الاهلي الذي فاز على ايمن الرمادي بنتيجه 2-1 في السوبر المصري. 2-1 يعني 2 و1، 2 ناقص 1 تساوي 1، و2 زائد 1 يساوي 3. 1-3 هو يوم وشهر ميلاد ايمن الرمادي. فيها ايه لو كنت مدير فني باخد مليون جنيه وكل ما تعطل معايا انزل اضرب الداخليه؟ طب خد المتناغمه المتعبه، اذا خلط اللون الابيض مع اللون الاسود ينتج الرمادي المحايد، الاسود الرمادي المحايد.
الاسود وهو لون البترول الذي تنتجه وتصدره الامارات. الرمادي هو ايمن الرمادي. المحايد هو ليس المنحاز الى طرف متخاصم او متحارب. ايمن الرمادي كان محايد في بطولة الدوري الاماراتي لانه درب كذا فرقة متنافسة في الدوري الاماراتي. حتى ايمن طلع الرمادي بتاعه فيه ابيض واسود، اشمعنى مهند اسود بس؟ طب خد الناحية السريعة، درب ايمن الرمادي 8 فرق اماراتية. الثامن هو مركز الامارات في الدول المصدرة للبترول. البترول الذي لونه اسود تاني. الاسود هو مكون رئيسي للون الرمادي تاني. الرمادي ايمن الرمادي، وبشبك الخيوط اذن ايمن الرمادي رسام عاشق للالوان، هدفه نشر السلام ووضع الرمادي على قمة الالوان. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. عايزك تحفظ رتم الحلقه بقى دلوقتي اللي بقول لك فيه كل مره اللي حصل في الشوط الثاني كان برعايه الاماينو باين. لعيبه الاهلي نزلت زنقت لعيبه سيراميكا في السته، اللي كان بيعدي كانوا بيمدوا على رجله وسام وحسين يحتفلوا، وده ظهر في الثانيه 12 بعد سنتره من بتاعه فيفا اللي هي بتاخدها وبتهجم بيها على طول دي، توصل لقفشه اللي جاي معاه بالكره الحديثه، باص يوصلها لطاهر اللي يعرضها وسام جابها، اللهم صل على النبي، دماغ ورجل وابراهيموفيتش. وبعدها في الدقيقه 59 كره على الوينج مع قفشه يتحرك بيها ويباصيها الباصه المحنكه اللي هي بالعرض دي، يفوتها وسام توصل لامام اللي يديها لحسين ويركنها. 4-1 للاهلي. انا تعبت بقى، عايز اديلك ملخص الشوط الثاني اللي جوه اتراكمت عليا. بس الخامس جه في الدقيقه 68 بعد مرتده عند طاهر، يديها قد كده لوسام اللي يقف عليها ويديها له بالكاريزما، تحسه وزير الري كده، توصل لطاهر وجول بالفرنساوي. 5-1 للاهلي عشان يبوظ رتم سيراميكا ويجيب جول في دقيقه انا مش فاكرها بعد باص شوت يجيبه القندوسي. 5-2 للاهلي. اتفضل خد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر النضاره السري دي اللي انا اتفرجت بيها على فيلم فينوم، اتفرج عليه عشان مش لاقي حد احرقها لي. عارف الجول كويس. لسه ما فقدتش المكان. تقول ايه؟ لسه ما فقدتش المكان. ايه يا استاذ سمير؟ اسمع ايه يا استاذ سمير؟ انت قلت لهم ايه يا كابتن عشان ينزلوا بالسخونه دي؟ قلت لهم ده سيراميكا الاسيوي. يا سعد انا زعلت وانا واقف واتاثرت على جنبيني في جولين، بفكر المره الجايه اتقمص وانا عامل باك وورد هتبقى قنبله وجديده. يا جدعان حد يجيب له عرض في الدوري الانجليزي ويخلصنا منه بقى، ده بساط قوه الكاريزما. جول ملوش لازمه مش مكمل. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وجاي اقول لك نقطتين. ما تنساش اول حاجه واجب الجدعنه اللي انت بتعمله مع اخوك، اللايك والشير والتعليق والاشتراك والحاجات الحلوه دي كلها. وتاني نقطه، اللي حصل في قناه السويس ده حاجه قذره ومهزله، لان مصر ياما منعت السفن من الدخول في قناه السويس، وقرا عن الموضوع ده كويس، لا ليه علاقه بمعاهدات ولا ليه علاقه ببطيخ. يلا انا خلصت، سلام.